أهلا بكم طلاب الصف الأول الإعدادي. النهاردة إن شاء الله هنبدأ منهج العلوم. هناخد أول درس في المنهج، المنهج الجديد 2025. هناخد تركيب الذرة وهندرس الذرة بتتكون من إيه وكده. تمام. النهاردة في الدرس مش هناخد كل الدرس مرة واحدة، احنا بنقسم الدروس معانا في المنهج لأجزاء. ممكن الدرس يتاخد على جزئين أو ثلاثة، هيكون جزئين شرح والجزء الثالث تدريبات بالإجابة على الدرس. كمان معانا على بعد كل واحدة في مراجعة بالأسئلة بالإجابة على كل واحدة معانا. كمان في امتحانات هتنزل، كل ده هينزل على الصفحة في الفيسبوك وقناة اليوتيوب. تمام. كمان بننزل منهج صور أو PDF، يعني بينزل كصور زي ما انت هتشوف في الفيديو دلوقتي. كمان في إمكانية إنك تحمله أو تطبعه مجاني، هتلاقيه على قناة التليجرام. هتكتب في التصفح عندك في الفيسبوك أو في جوجل كريتيف في العلوم والفيزياء، هتلاقي معاك فتحت صفحة الفيسبوك على طول أو اليوتيوب. تمام. احنا إن شاء الله النهاردة هنبدأ بأول درس تركيب الذرة. مستعدين نبدأ؟ يلا بينا هنشوف المنهج. أتمنى يكون الدرس يتعرض لكم بطريقة شيقة وممتعة إن شاء الله. طب هناخد أول حاجة في الدرس تركيب المادة. المعلومات دي احنا أخدناها في سنة 5 وكده. طب احنا قلنا المادة بتتكون من ايه أو تعريف المادة. دي المادة هي كل ما له كتلة ويشغل حيز من الفراغ. يبقى المادة كل ما له كتلة ويشغل حيز من الفراغ. يعني ايه حيز؟ يعني مكان. طيب المادة بتتكون من ايه؟ من جزيئات. يبقى المادة بتتكون من جزيئات والجزيئات بتتكون من ذرات. طب ايه هو الجزيء ده؟ ده أصغر جزء من المادة. طب خصائص الجزيئات دي ايه؟ جزيئات المادة في حالة حركة مستمرة دايما بتتحرك. توجد بين الجزيئات فراغات أو مسافات بينية بنسميه. يبقى خصائص جزيئات المادة دايما في حالة حركة مستمرة يوجد بين الفراغات جزيئات تسمى بالمسافات البينية. كمان يوجد بين جزيئات المادة قوة ترابط أو تماسك. تركيب الذرة. الذرة هي وحدة بناء وتركيب جميع المواد، تتركب من جسيمات أصغر فأصغر، بتتكون من حاجة اسمها نواة ودي موجبة الشحن، وفي حاجة إلكترونات بنسميها ودي سالبة الشحنة، دي بتدور حول النواة. يبقى الذرة بتتكون من حاجتين، نواة موجبة الشحنة وإلكترونات سالبة الشحنة. الإلكترونات دي اللي بتلف حوالين مين أو بتتحرك أو بتدور حول النواة. طب تركيب الذرة. الذرة دي بتتكون من نواة موجبة الشحنة وإلكترونات سالبة الشحنة. طب تكوين النواة نفسها، النواة بتتكون من إيه؟ بتتكون من حاجتين، إيه هما؟ البروتونات الموجبة والنيترونات المتعادلة. يبقى بروتونات موجبة ونيترونات متعادلة. ده تكوين مين؟ النواة. طب يبقى تكوين الذرة بتتكون من نواة والإلكترونات، النواة موجبة إلكترونات سالبة. النواة نفسها بتتكون من بروتونات موجبة ونيترونات متعادلة. طب يبقى وحدة بناء المادة إيه هي؟ الذرة. يبقى الذرة دي وحدة بناء وتركيب جميع المواد. ركز معايا، التعريف ده مهم. الذرة وحدة بناء وتركيب جميع المواد. طب قلنا الذرة بتتكون من ايه؟ نواة موجبة الشحنة اهو والالكترونات سالبة بتدور ايه؟ حولها. طب النواة بتتكون من ايه؟ بتتكون من نيترونات وبروتونات. البروتونات دي موجبة اللي لونها احمر اهو، النيترونات دي المتعادلة اللي لونها اخضر. طب فين الالكترونات يا مستر؟ اللي عليها علامة ايه؟ سالب اهو. عندي مثال على الكلام اللي احنا بنقوله، تمثال ايه؟ ابو الهول. ركز معايا كويس في الكلام اللي يتقال ده، مهم جدا. تمثال ابو الهول ده بيتكون من ايه؟ ده بيتكون من صخور. طب الصخور دي اسمها ايه؟ الحجر الجيري. يبقى تمثال ابو الهول بيتكون من صخور اسمها الحجر الجيري. طب والحجر الجيري بيتكون من ايه؟ بيتكون من مادة اسمها كربونات الكالسيوم. طب وكربونات الكالسيوم بتتكون من ايه؟ بتتكون من جزيئات كربونات الكالسيوم. مركز معايا. يبقى الابو الهول ده بيتكون من حجر جيري، والحجر الجيري ده بيتكون من مين؟ بيتكون من كربونات الكالسيوم، دي مادة. طب المادة دي بتتكون من ايه؟ بتتكون من جزيئات كربونات الكالسيوم. طب والجزيئات دي بتتكون من ايه؟ بتتكون من ذرات زي ما انت شايف. المادة كربونات الكالسيوم،
الجزيئات بتاعتها اهو CaCO3. ده الجزيئات. احنا لما هندرسها بعد شويه هناخد التركيب بتاع المواد وازاي نكتب الرموز وكده، الدرس الثاني وكده. طب الذرات كل جزيء يتكون من ذرات زي الCa مثلا ده الكالسيوم، والCO3 ده الكربونات. تمام. هناخد حاجة تاني اسمها بنية الذرة. يعني ايه بنية الذرة؟ يعني تركيب الذرة. طيب العلماء اكتشفوا بنية الذرة ازاي؟ في الأول العلماء عملوا محاولات كتير جدا. ليه؟ لاكتشاف بنية الذرة، يعني اكتشاف تكوين الذرة. الذرة دي بتتكون من ايه؟ هو مش عارف، ما عرفوهاش على طول بسهولة كده، لا ده كان في محاولات كتيرة جدا. أول حاجة مين اللي حاول في الكلام ده؟ الفلاسفة اليونانيين. الفلاسفة في اليونان في العصور القديمة كمان قالوا لك ايه؟ قالوا ان الذرة بتتكون من وحدات ايه؟ صغيرة غير قابلة للتجزئة، يعني ما ينفعش ان تتقسم. سموها ايه او اطلقوا عليها اسم الذرات. بعد كده جه واحد عالم اسمه دالتون. جه في امتى ده؟ جه في اوائل القرن 19. طيب ده عمل ايه؟ ده اول من وضع نظرية علمية عن الذرة. يبقى دالتون اول من وضع نظرية علمية عن الذرة اوضح فيها عدم قابليتها للانقسام. بعد كده جه عالم تاني اسمه رازرفورد. اسم العالم ايه؟ رازرفورد. تمام. ده جه عام كام؟ 1909. هو ده عمل ايه طيب؟ اول من وضع نموذج للذرة، بس على اساس ايه؟ تجريبي. خلي بالك دالتون عمل نظرية علمية عن الذرة، كلام نظري يعني حط نظرية، لكن رازرفورد ده عمل نموذج على اساس ايه؟ تجريبي. طب مين رازرفورد ده؟ ده عالم نيوزيلندي ولد عام 1871 وتوفى عام 1937. طب كمان حصل على جائزة نوبل 1908. ليه؟ بسبب اكتشافه بنية الذرة أو تكوين الذرة. طب نيوزيلندا عملت ايه؟ الدولة بتاعته كرمته يعني عملت ايه؟ عملت حاجة تقدير ليه، حطت صورته على أكبر ايه؟ العملات. يبقى نيوزيلندا كرمت العالم رازرفورد إن وضعت صورته على أكبر العملات. زي مثلا عندنا العملات احنا في مصر 200 جنيه أو 100 جنيه، هم حطوا صورته على العملة الكبيرة زي كده. طب ركز معايا كويس جدا. تذكر احنا خدنا في سنة 6 وحدة بناء جسم الكائن الحي مين؟ الخلية. طيب وحدة بناء المادة ايه؟ الذرات. يبقى الذرة دي وحدة بناء وتركيب جميع المواد زي البيت بالظبط. انت وحدة البناء بتاعت البيت بتاعنا ايه؟ هتلاقي القالب الطوب. نفس الفكرة. فزي القوالب الطوب دي كونت البيت، الخلايا كونت جسم الكائن الحي، الذرات كونت مين؟ المواد. فهمتوها كويس؟ يلا بينا ناخد حاجة تانية. تركيب النواة نفسها أو تركيب الذرة. الذرة دي بتتكون من حاجتين، إيه هما يا مستر؟ النواة والإلكترونات. طيب النواة دي شحنتها إيه قلنا؟ موجبة. الإلكترونات شحنتها سالبة. يبقى أنا عندي نواة وعندي إلكترونات، النواة موجبة الإلكترونات سالبة. طب النواة بتتكون من إيه؟ قلنا جسيمات موجبة اللي هي بروتونات، وجسيمات متعادلة اللي هي النيترونات. يبقى النواة بتتكون من جسيمات نوعين، نوع موجب ونوع متعادل. الموجب بروتونات، المتعادل نيوترونات. لذلك يغلب على النواة الشحنة الموجبة. يعني ايه؟ علل، يجيلك سؤال علل كده ليه معناه. تمام. شحنة النواة موجبة هتقول له ايه؟ بسبب ان النواة تحتوي على جسيمات موجبة تسمى بروتونات، وجسيمات متعادلة الشحنة اسمها نيترونات. طب سؤال تاني بيجيلك علل وهنفهمه دلوقتي. كتلة الذرة مركزة في النواة، يعني الكتلة بتاعت الذرة موجودة جوه النواة. ليه مش موجودة جوه الإلكترونات؟ ما احنا قلنا الذرة بتتكون من نواة والإلكترونات، اللي ما كانتش موجودة في النواة بتكون موجودة في الإلكترونات. طب هي الموجودة ليه في النواة؟ ليه مش موجودة في الإلكترونات؟ لأن الإلكترونات احنا قايلين كتلتها صغيرة جدا، يبقى بسبب ايه؟ ضآلة كتلة الإلكترونات إذا ما قورنت بمين؟ بالبروتونات والنيترونات. يبقى بسبب صغر او كتلة مين؟ الالكترونات. لو قارنتها اذا ما قارنت بمين؟ بالبروتونات والنيترونات. طيب والذي تحتويهما مين اللي بتحتويهم؟
النواة، لذلك يمكن إهمال كتلة الإلكترونات. فالإلكترونات دي جسيمات سالبة الشحنة، كتلتها ضئيلة جدا، صغيرة جدا، زي ما انت شايف حجم النواة بالنسبة للإلكترونات. طب ركز معايا سؤال تاني، علل. الذرة متعادلة كهربيا. يعني ايه متعادلة؟ يعني متساوية كهربيا. يعني الموجب بيساوي السالب. ازاي؟ ان فيها حاجة موجبة وفيها حاجة سالبة. ايه الموجب فيها؟ النواة، بسبب انها تحتوي على نواة موجبة ايه؟ الشحن. وان ايه؟ والإلكترونات سالبة الشحن. يبقى تقول له ايه؟ بسبب ان لها عدد، او يوجد بها النواة موجبة الشحنة بيساوي الالكترونات سالبة الشحن. طب النواة بتحتوي على البروتونات، فانت الاجابة النموذجية تقول لي بسبب عدد الشحنات الموجبة بيساوي عدد الشحنات السالبة. مين هي الموجبة؟ البروتونات، والسالبة الالكترونات. فتقول لي بسبب ان عدد البروتونات الموجبة بيساوي عدد الإلكترونات السالبة، لذلك الذرة متعادلة كهربيا. هناخد خصائص الجسيمات دون الذرية. أنا عندي الذرة بتتكون جسيمات صغيرة جدا بنسميها دون الذرية، تمام؟ اللي هم البروتون والنيوترون والإلكترون. البروتون من بي، من أول حرف الرمز بتاعه بي. النيوترون إن. الإلكترون اي. بس ليه بحط سالب؟ ليه؟ لان هنا حطيت سالب، لان الالكترون شحنته سالبه، لكن البروتون موجبه، النيوترون متعادله. فانا مش بحط شحنات في البروتونات والنيوترونات، لكن بحط في السالب اللي هو مين؟ الالكترون. طيب الشحنه الكهربائيه البروتون ايه؟ شحنته موجبه، فبديله رقم واحد، بلس واحد، موجب واحد. الالكترون شحنه سالبه، سالب واحد. فالنيوترون، طب والنيوترون صفر او زيرو. ليه؟ لان اذا شحنه متعادله لا موجب ولا سالب، تمام؟ يبقى البروتون رمزه بي، شحنته موجبه بلس واحد. الالكترون اي سالب، شحنته سالب او ماينس واحد، ناقص واحد يعني. النيوترون ان صفر، الشحنه بتاعته الكهربائيه صفر، يعني ايه؟ متعادله. طب ركز معايا كويس، عندي الكتله بتاعت البروتون والإلكترون والنيوترون. البروتون والنيوترون متعادلين، ده واحد يو وده واحد يو. يعني ايه يو؟ دي وحدة ذرية. معنى كلمة يو أو حرف يو ده وحدة ذرية. دي قياس الكتلة للأجسام الذرية الصغيرة. طيب الإلكترون، ركز معايا كويس، واحد على 836 1836 سوري. يبقى الإلكترون بيساوي واحد على 1836. يعني شحنة الإلكترون قليلة جدا بالنسبة للنيوترون أو البروتون. ليه؟ لأن الواحد بروتون بيساوي 1836 إلكترون. فالشحنة بتاعت البروتون كبيرة بالنسبة لمين؟ للإلكترون. عشان كده من شوية قلنا يمكن إهمال شحنة أو إهمال كتلة الإلكترونات، لكن لا يمكن إهمال الشحنة. فمش بنهمل الشحنة السالبة، لكن إحنا بنهمل الكتلة بتاعتها، تمام؟ فشحنة الإلكترون واحد على 1836 يو. طب البروتون تاني، البروتون ده جسيم موجب الشحنة بي موجب. النيوترون جسيم متعادل موجب وسالب. الإلكترون جسيم سالب الشحن. فركز معايا في المعلومة اللي هقولها دلوقتي. البروتون الشحنة بتاعته بتساوي شحنة الإلكترون فين؟ في المقدار. هنا واحد وهنا واحد، فمتساويين في المقدار، لكن تختلف في النوع. فشحنة البروتون موجبة، شحنة الإلكترون سالبة. ملاحظات أخيرة في الدرس أو الجزء الأول في الدرس الأول، دي أسئلة علل إحنا قلناها في وسط الشرح، بس أنا جبتهم ليكم كان تركزوا فيهم، مهمين جدا. أول سؤال، تتركز كتلة الذرة في النواة. ليه كتلة الذرة موجودة داخل النواة؟ قلنا إن كتلة الإلكترونات صغيرة، كتلة الإلكترونات دي صغيرة جدا إذا مقارنة بكتلة مين؟ البروتونات داخل النواة. فكتلة البروتونات أكبر كثيرا من الإلكترونات. البروتونات أكبر كثيرا من الإلكترونات، لذا يمكن إهمال شحنة أو كتلة إهمال كتلة الإلكترونات، لكن ما ينفعش أهمل الشحنة. تاني حاجة، تحمل النواة شحنة موجبة. ليه النواة شحنتها موجبة؟ لأنها تحتوي على بروتونات موجبة الشحنة، ونيوترونات متعادلة الشحنة. احنا قلنا النواة فيها موجب وفيها متعادل، فعشان كده الشحنة الغالبة مين؟ الموجب. عشان كده الشحنة بتاعت النواة موجبة، لأنها تحتوي على بروتونات موجبة
والنيوترونات متعادلة. آخر سؤال معانا في الحصة النهاردة، الذرة متعادلة كهربيا. ليه الذرة متعادلة كهربيا؟ لأن عدد الإلكترونات السالبة بيساوي عدد الشحنات، عدد الإلكترونات السالبة بيساوي عدد البروتونات الموجبة. عدد الإلكترونات السالبة بيساوي عدد البروتونات الموجبة. تمام؟ طيب احنا كده خلصنا الدرس. لو تتابعنا على فيسبوك تكتب الكرياتيف في العلوم والفيزياء، او على قناة اليوتيوب برضو الكرياتيف في العلوم والفيزياء. لو مش مشترك في القناة على الفيسبوك او على اليوتيوب، يا ريت تشترك في الصفحة على الفيسبوك عشان يوصلك كل الدروس بالترتيب هتنزل لك، وكمان هتنزل ليك على اليوتيوب شرح. عاوز المذكرة PDF بتنزل على التليجرام، وإن شاء الله هنزلها على جوجل درايف، هتكون متاحة للكل إنها تطبع. تمام؟ كده خلصنا أول جزئية في أول درس. إن شاء الله إحنا هناخد كل أسبوع هناخد درس كامل بالأسئلة بالشرح بتاع. ممكن ننزل الدرس على 3 أجزاء. تابعوني إن شاء الله هننزل باقي الدرس في خلال أيام قليلة.